متابعين الكرام بنات، طلبتوا من عندي الحنة تطويل الشعر تمنع التساقط. طبعا حرامات ما شفتوا هاي اللقطة، صورتها بس ما طلعت. خذيت شاي فورته وخليته، وجبت قلاص حنة تقريبا، وعيد سويت كمية كبيرة، وخليته عليها قشور بصل، يعني شوية مو وايد. هنا شنو عندي؟ المحلب، وراح اكتب لكم بالدول شنو يسمونه. هاي المحلب والمسمار بنات، ذني بس المحلب والمسمار، ذني نطحنهم. والحنة تلوخونها بيمن، تلوخونها بالشاي، تفورون شاي وتخلون عليها وشوية بصل. طبعا هاي لنبات الشعر وتطول الشعر. وطبعا هاي الحنة اللي كنا نسويها قبل، والله لو استمريتوا عليها كل اسبوع مرة خلي شعركم مشطولة وشلون حلو، وتمنع التساقط وتمنع البكتيريا تصير بالفروة اللي هي اللي تسبب التساقط للشعر. واللي يقول انا شعري يتساقط شنو اسوي له؟ منع عنده نقص فيتامينات وعنده خلل بالغدة الدرقية، ومن هذه اللي تسبب عندكم تساقط الشعر. هسه راح اطحنهم ناعم واخليهم عليه الحين. بنات شوفوا، خذت قسم من هذا الماء، طبعا خليت ملعقة قرنفل، ملعقة محلب. ايش راح اخليهم هنا عليهم، بعدين افورها على النار لحد ما شوية تصير قوامها ضخيم. اخليها تقريبا 10 دقائق على النار. طبعا خليتهم على النار 10 دقائق، وهسه راح اطفيهم، بعدين اخليهم شوية يتسبكوا، يعني يطلع لونهم، انه بخليهم على الشعر. هذا دواكم، على الله شفاكم بنات.